هذه رسالة موجهة إلى مواطني دول الغرب المستضيفة للاجئين وخصوصا السوريين. مرحبا، أنا اسمي معن القطامين. أنا أردني من بلاد الشام، من الأردن. أكيد بتعرفوا الأردن. أنا حاب أخذ من وقتكم شوي، لأنه عندي رسالة لكل الشرفاء الأوروبيين والغربيين في مختلف أنحاء العالم. دول مثل النمسا، النرويج، هولندا، سويسرا، بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، السويد، كندا، تركيا، اليونان، أمريكا. شايفين؟ السوريين صاروا في كل هاي الدول، لكن أنتوا استضفتوا اللاجئين من مختلف دول العالم. حاب أقول لكم كلمتين. سجلت قبل فترة بسيطة فيلم بشكل عفوي وعبرت فيه عن مشاعري تجاه اللاجئين السوريين وحطيته على الفيسبوك. ما كنت متوقع النتيجة. شو النتيجة؟ النتيجة أنه شاهد هذا الفيلم أكثر من 1,000,000 شخص حول العالم، وأغلبهم سوريين، وتم تشييره عشرات آلاف المرات. ومن خلال الردود اللي وصلتني اكتشفت اكتشاف خطير جدا جدا جدا. اكتشاف بهمكم أنتم بالدرجة الأولى، لأنكم عايشين معهم، مع اللاجئين السوريين. اللاجئ السوري بيشعر بإحباط هائل وحزن شديد ورغبة كبيرة أنه يشعر بأنه إنسان، أنه يشار له كإنسان مش كلاجئ. حاب أنه يمشي في شوارعكم بدون ما تطاردوا عيونكم، تنحسب عليه الخطوات، تنعد عليه الأنفاس. الإنسان السوري يجاكم علشان يتنفس بعض الحرية والأمن والأمان، لكنه بيشعر أنه حريته منقوصة، وأنه الأمن والأمان اللي بدور عليهم صرتوا أنتوا تقريبا تحسسوا أنه هو اللي بيهدده. هل تعلم أيها المواطن الغربي الشريف أنه اللاجئ السوري ما إجا لبلادك برغبته؟ كان بفضل أكيد أنه يجيك سائح يستمتع هو وأهله بجمال بلادكم، أنه يشاهد حضارتكم العظيمة ويسترخي عندكم بعض الوقت ويعيش بينكم كسائح، بيلتقط صور حلوة وبيختزن اللحظات الحلوة وبياخذ سيلفي وبيشاركها على الفيسبوك وعلى الانستغرام مع أصدقائه وأهله في وطنه. ما إجاكم باحث عن فرصة عمل أو لقمة عيش، إجاكم باحث عن فرصة حياة فقط. اللاجئ السوري اللي احتضنته إنسانيتكم إجاكم باحث عن دفء كان هو يمنحه للعالم على مر العصور والتاريخ. السوري هو ابن سوريا، سيريا اللي تعني باللغة السريانية بلاد الشمس، لكن للأسف فقدت شمس سوريا بالنسبة له هذا الدفء. السوري من 8,000 سنة ما لجأ لأي مكان في العالم، لكنه كان يأوي كل طالبي اللجوء في العالم المحيط فيه. السوري إجاك حي هو تارك جزء كبير منه وراه ميت، إجاك علشان يبدأ صفحة جديدة في كتاب الحياة، تارك وراه صفحات من الموت. اللي تعرض له السوري قبل ما يوصلك مش رايح تقدر تتخيل، وإن شاء الله ما عمرك تتخيل، وإن شاء الله ما عمرك تمر فيه. لكن بتعرف من وين إجا؟ من سوريا. بتعرف شو هي سوريا؟ ما بلومك إذا ما كنت تعرف أشياء سوريا، لأنك الآن بتعرف عن سوريا الدمار والقتل. لكن حاب إنك تعرف إنه سوريا هي بلد تعتبر مهد الحضارات كلها. بتحب الزيتون أو بتحب الزيت؟ إذن لازم تعرف إنه أول شجرة زيتون نشأت من سوريا. تأكل خبز؟ أكيد بتأكل خبز. أول حقل للقمح في العالم هو في سوريا. زرعوا في أول قرية زراعية في التاريخ، وحرثوا بأول محراث في التاريخ، وحصدوا بأول منجل في التاريخ. وفي سوريا تم طحنه لأول مرة في التاريخ عام 7000 قبل الميلاد. سيداتي وسادتي، هذا اللاجئ هو من سوريا، لغته الأصلية هي السريانية اللي هي من عائلة اللغة الآرامية. مين يتكلم باللغة الآرامية؟ السيد المسيح عليه السلام. ومن سوريا كانت الانطلاقة الحقيقية للمسيحية، حيث بشر بها بولس الرسول ويوحنا المعمدان اللي توفي ودفن في سوريا. إذا بتروح اليوم على سوريا بتلاقي قبر يوحنا المعمدان. عاصمة سوريا هي دمشق، وهي أول مدينة مأهولة في العالم، وفيها أول مدرسة في العالم، وفيها اكتشف العالم السوري ابن النفيس الدورة الدموية. رايحين تتعجبوا أيها السادة والسيدات لما تعرفوا أن سوريا قدمت للعالم أول أبجدية في التاريخ. نعم، ABC من سوريا. كان هذا في عام 7500 قبل الميلاد. رايحين تستغربوا لما تعرفوا أن سوريا قدمت إلنا وإلكم وللبشرية كلها الموسيقى. Music is from Syria. تم العثور على أقدم نوتة موسيقية في العالم مصنوعة من حجر من الطين، بيعود تاريخه إلى عام 1400 قبل الميلاد، يحتوي على 4 أبيات مكتوبة باللغة الحورية. وهذه النوتة هي السلم الموسيقي لنشيد موجه إلى الآلهة نيكال زوجة إله القمر.
سيداتي وسادتي، هل تعلمون أن السوري كعربي يتمتع بأفضل القيم اللي بنعتز جميعا بها؟ هل تعلم أن في العالم العربي نحترم ونحب ونقدر السوري؟ وقد تفوق السوري في جميع المجالات، برع في الطب، برع في الهندسة، برع في الفلك، في الفن، في الطهي. تحب الحمص؟ حمص؟ تحب تبولي؟ تبولي. الحمص سوري والتبولة سورية. بتمنى يوصلكم هذا الفيلم اللي بحب من خلاله أنقل لكم شكر كل من تواصل معي من السوريين. هذا الشكر مش بس من السوريين، هذا الشكر هو من كل إنسان عربي، من 350 مليون عربي هم مجموع العرب. كل هؤلاء العرب فخورين فيكم وبإنسانيتكم، لأنكم فتحتوا أبوابكم للملهوفين اللي وصلوكم واحتضنتوهم ووفرتوا لهم أول وأهم شيء في هذه الحياة وهو الأمان. واليوم كلنا شايفين إنكم تدمجوهم في مجتمعاتكم العظيمة. أنا من الأردن، بلد صغير بمقاييس الدول، عددنا تقريبا 7.5 مليون، لكن استقبلنا واحتضنا أكثر من 1.5 مليون سوري. والله لو نقدر نستقبل أكثر كان استقبلنا أكثر، بس ما عندنا إمكانيات. مي مثلا ما في. لكن ليش إحنا بنحب السوريين؟ وليش بدنا نستقبل سوريين أكثر؟ لأنهم أولا من أكرم شعوب الأرض، ثانيا من أأصل شعوب الأرض، ثالثا من أوفى شعوب الأرض. اليوم إجا دوركم تستقبلوا السوريين، لكن تذكروا كلامي هذا كويس، راح يجي يوم تشكروا القدر إنه جاد عليكم بهذا الشعب الأصيل، ابن بلاد الشمس، ابن الحضارة، اللي رايح يكون في يوم من الأيام أخوك في المواطنة، ورايح يتربى ابنه مع ابنك وبنته مع بنتك، ورايح تعيش انت وياه بسلام مع بعض وتبنوا مع بعض. وإن لا سمح الله انقلب عليكم الزمان، رايح يكون السوري أول من يقف معكم ضد تقلبات الدهر. بتمنى لكم جميعا الأمن والأمان والسعادة والسلام. السوريين أمانة في أعناقكم، وأنتم أمانة في أعناقهم. وشكرا لكم. معنى القطمي.